لو كنت اتفرجت على فيلم عادل ينتقم فأكيد هتكون أخدت بالك من التعويذة اللي اتقالت في الفيلم ده. لكن الحقيقة يا صديقي إن ده ما كانش مجرد مشهد في فيلم وخلاص، لا ده الموضوع أكبر من كده بكتير، خصوصا لما تعرف إن التعويذة اللي اتقالت في المشهد ده من الفيلم كانت صحيحة، واللي قالها هو السيد الحسيني، وده واحد من أقوى وأشهر الدجالين والسحرة في الوقت ده. قصة السيد الحسيني من أعجب القصص اللي هتسمعها، لكن الأعجب من قصة حياته هي قصة موته المرعبة. قبل ما نبدأ قصتنا يا ريت تنزل تشترك في القناة علشان احنا في طريقنا للوصول ل 5000 مشترك. يا ريت كمان تعمل لايك للفيديو علشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. وتعالوا بينا نشوف الحكاية النهاردة بتقول ايه. بداية قصتنا يا صديقي بتعود لسنة 1988، وده تحديدا لحظة معرفتنا بالسيد الحسيني، تحديدا في فترة عرض فيلم عادل ينتقم. لكن خلينا الأول نرجع بالتاريخ شوية لورا، تحديدا قبل التاريخ ده بفترة قريبة. السيد الحسيني كان واحد من أشطر الطلبة بتوع الساحر الكبير عبد الفتاح الطوخي، واللي ما يعرفش مين هو الشخص ده فأحب أقول لك على اسم شهرته يمكن يوضح شوية عن شخصه، واللي كان بيلقب بوريث إبليس. في بداية الأربعينات أسس الطوخي معهد الفتوح الفلكي. المعهد ده كان قدام الناس كان مفتوح على إنه معهد لتعليم علوم الفلك، لكن المفاجأة هنا إن الطوخي كان فاتح المعهد ده عبارة عن مدرسة كبيرة لتعليم السحر والدجل. المدرسة كان شهرتها واسعة جدا لدرجة إن كان بيجي لها طلاب من جميع الوطن العربي، بل زيد على ذلك إن كان موجود فيها طلبة من جنوب أفريقيا، واللي كانوا بيقطعوا المسافة دي كلها علشان يتعلموا السحر على إيد الطوخي. لكن في سنة 1961 اختفى المعهد ده وتحول لمبنى حكومي. لكن رغم عدد الطلاب الكبير جدا من جميع الوطن العربي وجنوب أفريقيا، إلا إن كان في طالب مجتهد جدا ومميز من بينهم، كان المصري السيد الحسيني الفلكي، واللي كان بيلقب بين الدجالين والسحرة بخادم الجن. على مدار حياته اللي عاشها كان مسخرها لخدمة الجن، لحد ما وصل لمرحلة عالية جدا في انه بقى بيتكلم مع الجن وكمان بيأمرهم وبينفذوا اوامره. لكن العجيب هنا ان الحسيني كان بيلجأ ليه عدد كبير جدا من النجوم والمشاهير في الوطن العربي، وكمان لاعيبة الكورة، وده اللي هنعرفه كمان شوية في سياق الحلقة. الحسيني وصل صيته حتى لخارج الوطن العربي، حتى كمان كان بيروح مؤتمرات عالمية بيتكلم فيها عن الروحانيات وغيرها، والطبيعي بعد كل مؤتمر من دول كان بيتعرف اكتر وبيتعرف على زباين اكتر، وكان كل ما يقابل زبون كان بيديله حجاب كده علشان يحميه، بالاضافه لشغله الاساسي واللي كان متخصص في السحر الاسود. علشان تفهم حاجات اكتر عن السحر الاسود انا كنت عملت حلقه قبل كده بتكلم فيها عن السحر الاسود وانواعه، تقدر تروح تشوفها من الاي اللي هتظهر لك هنا. بدا صيت السيد الحسيني يزداد اكتر داخل مصر في سنه 1988 لما قرر المخرج ياسين اسماعيل ياسين في فيلم عادل ينتقم انه يستعين بالسيد الحسيني معاه في مشهد في الفيلم. المشهد كان عباره عن جلسه روحانيه، فقرر المخرج انه يفكر بره الصندوق ويستعين بدجال حقيقي علشان يقوم بالدور ده، وكانت وجهة نظره ان المشهد يكون قريب جدا من الحقيقة وفيه واقعية اكتر، وكمان عشان تكون الطلاسم والتعويذ اللي هتتقال في المشهد تكون مختلفة وفيها واقعية اكتر، كمان تكون مختلفة عن اللي متعود يشوف المشاهد في الوقت ده. المخرج اتفق مع السيد الحسيني انه يقول في المشهد طلاسم وتعويذ شبه حقيقية، بمعنى انه غير فيها وهو بيقولها بعض الكلمات، وطلب منه كمان انه ما يقولش التعويذ بشكل صحيح علشان ما تسببش في اذى لاي حد. لكن السيد الحسيني خدع كل الحضور اثناء تصوير المشهد، وقال طلسم سحري اسمه العزيمه البراهتيه، وقالها كمان بشكل كامل وبنطق صحيح. العزيمه دي من اقوى العزائم الموجوده بس عند كبار السحره، واللي ما يعرفهاش غير عدد قليل منهم. العزيمة البراهتية دي تعتبر واحدة من أقوى الطلاسم الموجودة في السحر الأسود، وعن العزيمة دي بيقول بعض السحرة عنها إنها عبارة عن قسم عظيم لا يتخلف عن سماعها ملك ولا يعصيها جن. العزيمة البراهتية بتحتوي على 28 اسم من أسماء الله الحسنى، لكنها مكتوبة وبتنطق بطريقة معينة ما يعرفهاش غير كبار ملوك الجن، وعند سماعها من قبل الجن بيستجيب لقائلها أكبر عشائر الجن. كان من الطبيعي جدا إن محدش من الموجودين أثناء تصوير المشهد يحس بالطلسم اللي قاله السيد الحسيني، لأن علشان الطلسم يتقال وينجح لازم يكون في شروط معينة، منها طريقة معينة للخلوة علشان يقدر يهيئ الساحر نفسه لحضور الجن. كمان التعويذة اللي من النوع ده مش بتتقال مرة واحدة، دي بيكون ليها طقوس معينة. لكن رغم ان كل الشروط دي ما كانتش موجودة اثناء تصوير المشهد علشان العزيمة تشتغل، الا ان في وقت التصوير حصلت حاجات كتير في الاستوديو وناس كتير حسوا بيها، وكان المصور واحد من ضمن الناس دي،
واللي قال ووضح كمان ان اثناء ما السيد الحسيني كان بيقول العزيمة كان عمال بيشوف اطياف وخيالات بتتجمع وبتروح ناحيته وهو قاعد، لكن عشان التوتر ما يزيدش الناس المحيطين بالمصور اقنعوه ان اللي هو كان بيشوفه ده كان بسبب الارهاق وكمان من الخوف من اجواء المشهد. لكن الغريب هنا ان الممثلين نفسهم ما خدوش بالهم من اي حاجة من اللي قالها السيد الحسيني، بل انهم كانوا فاكرينه انه ممثل زيهم وما يعرفوش ان هو كان دجال وساحر حقيقي. لكن قصة حياة السيد الحسيني دي كلها كوم، وقصة موته كوم تاني خالص. في أحد الأيام في سنة 2003 بيدخلوا على السيد الحسيني المكتب لكنهم بيلاقوه ميت. لكن المرعب هنا مش طريقة موته، المرعب هو علامات الخوف والفزع اللي كانوا موجودين على وشه بعد موته. طيب تعالى نعمل نظرية بسيطة. واحد زي السيد الحسيني ده كان معروف انه دجال وساحر كبير جدا، فبالتالي هو متعود على رؤية الأشباح والجن قدامه بشكل متكرر. فاللغز هنا هو ايه اللي شافه السيد الحسيني قبل موته ممكن يسيب على وشه علامات الفزع والرعب دي. اللي وصف شكل السيد الحسيني بالظبط بعد موته كان الضابط اللي راح علشان يحقق في قضية موته. الضابط بيقول انه لقى على وشه اشد علامات الرعب والخوف، كانت عينيه مفتوحه ومبرقه بشكل مخيف جدا، بقه مفتوح من الخضه ووشه اصفر ومتخشب. بموت السيد الحسيني الشرطه اتهمت زوجته اللي اصغر منه باكتر من 35 سنه، الشرطه قبضت عليها بتهمه انها حطت له سم في الاكل، وده بسبب ان زوجته قبل موته كانت بتتخانق معاه بشكل يومي قدام باقي افراد العيله. لكن الغريب هنا ان الطب الشرعي لما شرحوا الجثه ما لقوش اي اثر لوجود سم، وكمان أثبت الطب الشرعي عدم وجود سبب مقنع لموته، بمعنى إن مفيش مثلا أزمة قلبية ولا جلطة ولا أي مرض أدى لوفاته. لكن على حسب بعض المصادر اللي قالت إن السيد الحسيني ما قتلوش حد من البشر، وعشان كده الشرطة أفرجت عن زوجته لعدم وجود أدلة تثبت إن ليها يد في اللي حصل له. لغز موت السيد الحسيني كان لغز صعب جدا، لكن الغموض لسه ما خلصش على كده. الشرطة بعد ما فتشت بيته واللي زي ما الشرطة بتقول إنها كانت عبارة عن بيت رعب، الشرطة لقت مجموعة كبيرة من المناديل عليها دم حيض، ومجموعة تانية من المناديل كان عليها سائل منوي، ولقوا كمان كميات كبيرة من أزايز اللبن، بالإضافة لأوضة نوم الحسيني اللي كانت بيت رعب لوحدها. الأوضة كانت مليانة بصور نجوم وفنانين ولاعيبة كورة، واللي كان على ظهر كل صورة مجموعة من الطلاسم والرسومات الهندسية. لكن الشرطة ما عرفتش هل أصحاب الصور دي كان معمول لهم عمل ولا هم نفسهم اللي كانوا بيروحوا للحسيني علشان يحصنهم، وده بسبب إن الشرطة لقت في أوضة الحسيني أجندة مكتوب فيها أسماء وأرقام وعناوين فنانين كتير ولاعيبة كورة. لكن الشرطة لقت كمان حاجة مخيفة جدا، أثبتت إن سحر السيد الحسيني ما كانش لينا إحنا بس كبشر، بل إنه كمان كان بيسحر للجن بذات نفسه. الشرطة لقت في شقة الحسيني قفل محطوط جوه ورقة ومربوط بعدد كبير من الخيط، والورقة كان مكتوب عليها أسماء جن. مجموعة من الروحانيين اللي كانوا زي السيد الحسيني أول ما شافوا القفل ده قالوا إن ده عمل معمول لشخص، وإن الشخص ده من عالم الجن. من بعض التفسيرات اللي اتقالت عن موت السيد الحسيني إنه حاول إنه يستحضر نوع معين من الجن كان فوق قدرة تحمله، فبالتالي الجن ده قتله. وفي تفسير تاني قال إنه شاف ملك الموت وهو بيقبض روحه كعقاب ليه من ربنا على الأذى اللي كان بيعمله للناس. لكن لحد يومنا ده مفيش حد قدر يفسر اللي شافه السيد الحسيني قبل موته ممكن يسيب الآثار دي على وشه. لحد دلوقتي كل اللي نقدر نقوله الله أعلم. لحد هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك للبيج لو بتتفرج من على فيسبوك. كمان يا ريت تفعل زرار الجرس علشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.